غلط فينا بجوزها. يي شو بدي احكي لك يا ابن عمي. عم يندق الباب. اجت امه لعندي. عم يندق الباب. دي لهون وترجت وتوسلت لي. عم يندق الباب. وشوي تاني كانت رح تبوس ايدي عم يندق الباب. اتركي هالبنت ترجع لبيت جوزها. دخيل عم يندق الباب. عمرك يا فريال خانو. مين احسن ابن عمي مشان يخلق لنا الجو ونقعد لوحدنا بالبيت. عم يندق الباب. نكون قاعدين لحالنا بيقطع علينا خلوتنا. عم يندق الباب. مين انت؟ انا ابو جودة. شدوا هذا كمان. اذا الله ما خيب لي ظني يا ريحة شاكرية يا لبنية يا شيش برك. ما انا اشرف من هون. العيال المستورة تخطب لبناتها مثل ما بتخطب لرجالها، وأنا بيشرفني إنك تكون صهري. أنا أعطيتك إذا الله أعطاك. شو رايك تعمل عزيمة أكل عندك بالبيت وتعزم عليها كل رجال الحارة؟ كيف أختي سعاد والشباب والبنات؟ شو أخبار الحمام بغيابي؟ أنا حابب جوزك بنتي زهرة، ومن ناحية البيت لا تاكل هم. البيت جاهز وراح أسجل لك إياه باسمك، يعني راح يصير ملكك والملك لرب العالمين. سبحان الذي خلقك على الجمال، وإن كان هذا مخبى كله وين. يا قليلة الترباية يا 44 يا انت اللي روحي سدي حلقك ولا في عليكي يا شاذومة تعملي هيك يا سعائية وهذا جوزك في عليك وعلى ولك خلاص يا يخرب بيتك وين تركتني يا ابني. ليش مسوي سعاد؟ رجعوا لي الطنجرة مشحرة ليش مسوي سعاد؟ ووسخوا لي الغسيلات بالمي الوسخة. ليش مسوي سعاد؟ وهن اللي عم يكبوا زبالة قدام الباب. ليش مسوي سعاد؟ كمان كله من عمايلها وعمايل جوزها. بتقوم ذكي وهو مشان يبهدلك. انا ما عم بعرف اخواتي، ما انت طلعتي قليل الترباية اكثر منا. فشرت شو قلتي؟ فشرت أنا فشرتك سعاد؟ فشرت عم تقولي لي إلي فشل؟ فشرت. أنت هلا خلاص ما تلزميني. أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فشرت. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد امرك عم يا ابو حاتم. نعم. أنا بيشرفني وبيعلي مقامي يا عمي أبو حاتم إني أطلب بنت من بناتك تكون حلالي على سنة الله ورسوله. وبناتي والحمد لله ما لهم من عابين لحتى أرميهم شلون ما كان. كان انسالي هالموضوع. واحد كلب